كرة من ركلة حرة مباشرة، ياسر القحطاني، الكرة عالية وإعداد هلالي، والكرة أيضا من خروج فواز القرني بخطأ ويحاول ويستي لوبيز، لكن الكرة بتواجد دفاعي النادي الأهلي والرائد يعني يؤكد وجوده ويقرب وجوده في بين الثمانية الكبار. كرة تسديد للاتحاد ولكن 10 دقيقة. كرة اتحادية موديست مبابي، لكن تدخل نواف العابد، يدخل ويتقدم احمد عسيري معاه، نواف يتقدم، نواف وياتي به الله، جول للهلال، هدف جميل من نواف العابد. نواف يخطف كرة من منتصف الملعب من امام موديست مبابي، ويتقدم ايضا من المدافع الاوسط في الاتحاد احمد عسيري بسرعة جدا، ويتقدم بتسديدة جميلة في المرمى الاتحادي وفي المقص الأيمن لحارس المرمى فواز القرني. هدف مبكر للاتحاد، هدف مبكر على الاتحاد لصالح الهلال. هذه عادة مرة أخرى، شوفوا نواف العابد يتقدم بشكل جميل ويسدد من مسافة من بداية منطقة الجزاء، يسدد بقوة على يمين فواز القرني. هدف أول للهلال، هدف جميل جدا، هدف من نواف العابد في الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول. يعتبر هدف مبكر على مستوى الكلاسيكو، والعابد الذي يعني يطلب منه مدرب الهلال كثيرا في خط المنتصف خاصة في سرعة اللعب، والمولد هنا يحاول بالكرة الاتحادية، لكن عبد الله السديري يبعدها إلى خارج الأفضلية على المستوى الخليجي والقاري. يحققون اللاعبون السعوديون، هنا ملعوبة ياسر، الكرة لنواف والكرة بتمر بجانب القائم. لا، سالم الدوسري، الكرة بجانب القائم. الأخطاء في دفاع الاتحاد كبير شاهدناه في المنصة الرئيسية في استاد الملك فهد الدولي. عرضية عالية وياسر، لكن الكرة إلى خارج أرض الملعب. هذه كرات ياسر، وهذه عرضيات تأتي من مين؟ تأتي من سلطان البيش، من ساندرو، عالية وخروج غير موفق والتعادل. جول الاتحاد، راسية جاءت أمام عبد الله السديري، خلصها وجاءت تماما للغير مراقب اللي يسجل في المرمى. هدف التعادل في الدقيقة 30، في الدقيقة 30 للاتحاد. هدف جاء من ركنية ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء، في منتصف منطقة الجزاء تماما. جاءت الكرة أمام عبد الله السديري اللي صدها أيضا من رأسية اتحادية، ومن ثم تأتي المتابعة للاتحاد. هذه الكرة متابعة، والمتابعة أمام المرمى سعود كريري. جاءت الرأسية الأولى من كرة ملعوبة من سادرو، عالية تتخلص، تصطدم في الدفاع. أيضا لقاء النصر والنجران ينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، هو اللقاء الوحيد الذي لم يسجل فيه أهداف في هذا المساء من 5 لقاءات في دوري زين السعودي للمحترفين. رمية جانبية، الكرة من عبد الله الزوري، وهنا يطلق حكم اللقاء الدولي خليل جلال. شوط المباراة الثاني يبدأ، وركلة البداية للاتحاد. التشكيلة للفريقين هي كما كانت في شوط المباراة الأول، بتواجد عبد الله السديري في حراسة المرمى. خط الدفاع سلطان البيشي وزايد دي باولا، ماجد المرشدي وعبد الله الزوري في خط الدفاع، بينما في خط المنتصف جوستافو بوليفار، سلمان الفرج، نواف العابد وسالم الدوسري، وفي الهجوم ويستي لوبيز وياسر القحطاني. هذه تشكيلة الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب الهلال، بينما للاتحاد تأتي التشكيلة بتواجد فواز القرني في حراسة المرمى، ابراهيم هزازي طويلة في الأمام إلى مبابي. مبابي يحاول المرور، يتقدم موديست مبابي، عرضية فهد المولد في المرمى. هدف ثاني للاتحاد، فهد المولد في الدقيقة 9. عرضية مبابي تنجح، تمريرة إبراهيم هزازي تنجح، وسط الضغط الهلالي يتقدم إبراهيم هزازي بكرة في الأمام لموديست مبابي. كلمة السر في الوسط الاتحاد اليوم، وفي الناحية اليمنى ويمرر كرة عرضية وسط. أيضا متابعة ضعيفة لدفاع الهلال، سواء
فاولة، وقبلها طبعا كان ماجد المرشدي، والكرة من فهد المولد اللي نجح في دوره كمهاجم وحيد في الاتحاد في هذه المباراة، ويسجل هدف ثاني في الدقيقة التاسعة. هدف ثاني في الدقيقة التاسعة يعيد الحسابات. ياسر القحطاني كقائد الفريق كان متواجد مع سالم الدوسري، وايضا في اعلامه بطريقه لعب الكره ملعوبه. نواف، الله! هدف تعادل جميل، هدف تعادل جميل للهلال، ونواف العابد يسجل ثنائيه هلاليه في زمن شوط المباراه الثاني. نواف العابد في الدقيقه 13 من زمن شوط المباراه الثاني ياتي بكره جميله كانت من ركله حره مباشره، سالم الدوسري نفذها بعيده عن ويسلي لوبيز، بعيده عن ياسر القحطاني، ولكن متفقين عليها ملعوبه. نواف قادم من هناك يسجل هدف جميل، هدف تعادل جميل، كره على الطاير. نواف جاب هدف اول رائع، ونواف يسجل هدف ثاني رائع، وتعود النتيجه للتعادل. احمد الفريدي نجم جميل في تسجيله للاهداف. كره ملعوبه الى سالم الدوسري، سالم من الناحيه اليمنى يحاول لصالح الهلال، ما تزال هجمه لصالح الهلال. سالم الدوسري عرضيه، كره تصطدم في مشعل السعيد، مشعل كره الى نواف، نواف يسدد، نواف يسدد ويخلصها حارس المرمى فواز القرني الى ركله ركنيه. وفواز يقول لمدافعيه لا تسيبوا لوحده يا جماعه، يقول للاعبيه لا تسيبوا لوحده، خلوا عينكم عليه. وفواز القرني وكمان كان يطلب، لانه كمان لعيبه الاتحاد كان ركله حره مباشره لصالح الهلال. نواف العابد كره باتجاه المرمى، تخلص من موديست مبابي، حاول معاه سلمان الفرج، جوستافو بوليفار اماميه، عبد الله الزوري، الزوري والكره في المرمى. هدف ثالث، هدف ثالث للهلال. عبد الله الزوري يدخل عندما يتقدم، هو بالفعل صاحب خطوره، وهدف ثالث في الدقيقه العشرين، هدف ثالث للهلال في الدقيقه العشرين. مع التغيير بالنسبه للهلال هنا، عبد الله الزوري ينجح في التقدم خلف مدافعي الاتحاد من الناحيه اليسرى، ويضع كره رائعه في المكان اللي يتواجد فيه حارس المرمى فواز القرني، ويسجل هدف هلالي ثالث. هذه عاده بعرضيه جوستافو بوليفار، استلمها عبد الله وتقدم عبد الله ووضعها باتجاه المرمى مباشره بزاويه ضيقه وزاويه صعبه تماما على الحارس فواز القرني. وهدف ثالث للهلال، هدف ثالث للهلال، وخمسه سالم الدوسري، سالم وثلاثه لاعبين للهلال مع ثلاثه مدافعين للاتحاد. نواف العابد تمريره الى ياسر الشهراني، ياسر الشهراني، ياسر ما يزال يحاول، تمريره اخرى الى سلطان البيشي، سلطان يسدد ارضيه، كره الى خارج ارض الملعب، الى خارج ارض الملعب، والى ركله مرمى لصالح الاتحاد. حمد المنتشري امام نواف العابد، حمد ما يزال يحتفظ الكره، الضغط الان من نواف العابد، مقطوعه الكره، سالم الدوسري، سالم يتقدم، خطا لصالح الهلال، ملعوبه، ياسر، ياسر، الله 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 يا يسور، الله ياسر، الله يا ياسر في الدقيقه 23. هدف مرسوم رسم، هدف جميل، وياسر يعود للتسجيل في الكلاسيكو، ياسر يعود للتسجيل في الكلاسيكو بعد ما غير اللوك، بعد ما حلق على الزيرو، جاب هدف رابع في الاتحاد، هدف بالعقل، هدف لاعب خبير وكبير، هدف جاء بعد غلطة خبير آخر في الاتحاد، وفواز القرني يتفرج عليها. هذه كرة سالم الدوسري، وهذا ياسر اللي لف ودار ولعب كرة ساقطة تماما جميلة بعد أن سجل في موسم 2009-2010 في مرمى الاتحاد. يسجل هنا هدف ياسر القحطاني، ويعود للتسجيل في مرمى الاتحاد بعد سنتين، ويعود بهدف من الأهداف المتقنة، من الأهداف الجميلة، من الأهداف التي تصنف شديد لإعطاء شارة القيادة الهلالية. وياسر القحطاني ممسك
بمكان الإصابة هنا نايف هزازي يحاول الطلب من ياسر الخروج إلى خارج الملعب. سلامات لياسر. نايف هزازي، دخول يو بيونغ سو إلى أرض الملعب. يو بيونغ سو يدخل إلى أرض الملعب. هذه الكرة أو هذه اللقطة المشتركة بتسديد الكرة ملعوبة، والكرة هل مرت هل عبرت؟ كرة رأسية. ملعوبة مرة أخرى في وجود صافرة وخطأ. واحدة من الكرات. شوفوا هذه ميزة الكلاسيكو، هذه ميزة المباريات بين الفرق الكبيرة. وهنا إعادة كرة إبراهيم هزازي والاشتراك بينه وبين يو بيونغ سو. هذه كرة أبو سبعان، كرة الرأسية واصطدمت في الأرض. هذه إعادة رأسية من حمد المنتشري، اصطدمت في الأرض وامتصاصهم لحماس الفريق المقابل. كرة ملعوبة في الأمام. عبد الله الزوري، عرضية إلى ياسر الشهراني. ياسر عرضية عالية وفواز القرني يبعدها. كرة صعبة لم تكن على رأس يو بيونغ سو ولم تكن باتجاه المرمى، يعني كان فيها خدعة برضو على حارس المرمى فواز القرني. يلعب في نهاية الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الثاني. كرة لصالح الهلال للنقطة 51. وهناك أيضا صافرة وخطأ على إبراهيم هزازي، وبطاقة صفراء ثانية والبطاقة الحمراء ثانية على إبراهيم هزازي، وبالتالي البطاقة الحمراء. وخليل جلال أيضا يطلق نهاية اللقاء مع البطاقة الحمراء. وحديث بين خليل جلال وإبراهيم هزازي، بطاقة صفراء ثانية وأحداث المباراة. هناك الكرة المشتركة كانت بين عبد الله الزوري وبين إبراهيم هزازي، بطاقة صفراء ثانية ومن ثم البطاقة الحمراء. وخليل جلال الذي في آخر لقاء قاده تحكيميا للهلال والاتحاد قام بإبعاد أحمد الدوخي وإبعاد حمد المنتشري بالبطاقة الحمراء، واحتسب أيضا ركلة جزاء لم يسجلها ياسر القحطاني، وفاز فيها الهلال بهدفين مقابل هدف واحد. هنا أيضا تحضر بطاقة حمراء مع قرار صحيح، وإبراهيم هزازي يأخذ البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي الحمراء. الهلال للنقطة